الله الرحمن الرحيم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله باذن الله. روتين جديد كده مع بعض وان شاء الله هيعجبكم. هيعجبكم كمان بالكلام اللي هنتكلم فيه شويه معلومات برضو هنقولهم كده على السريع مع بعض. طبعا انتوا اتكلمت معاكم، انا هبدا في منقوع البلح علشان في معلومه جات لي في الكومنتات، وتسلم يا رب اللي قالتها، ربنا يجازيها خير. احنا لما قلنا ان انا بنقع المنقوع البلح والزبيب، هو طبعا حلو جدا، وفي ناس كتيرة برضو كتبت ان هو حلو وان هو مفيد. طيب، في حد بقى بيقول، حد كان بيسألني اصلا انقعه من بالليل ولا ايه؟ فطبعا انا اللي سمعته على الزبيب ان هو بيتنقع من بالليل، لكن في حد كتب، انا بس حبيت اوصل المعلومة دي عشان هي امانة طبعا، ان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نهانا عن نقع الزبيب. منقوع البلح تمام تنقعيه من بالليل مفيش مشكلة، انقعيه واشربي ميته، لكن الزبيب مش تنقعيه من بالليل وتشربي المية. هي بتقول ان هو نهى عن كده، هي معلومة وانا حبيت ابلغها. لو الزبيب هتحطيه وتشربي، يعني ممكن ايه تحطي الزبيب كده في الكوباية، وكل شوية مثلا تحطي عليه مية، ممكن تسيبيها حاجة بسيطة، مش تنقعيه بقى من بالليل وتشربي. لكن في ناس كتيرة برضو كتبت ان هو فعلا منقوع التمر حلو للأمعاء وكويس جدا، لإلا في حد كتب لي إن هو برضو عنده إمساك وبيعاني، يعني فإن هو استفاد من المعلومة دي. الحمد لله إن احنا كلنا بنستفيد من بعض. أنا عن نفسي مبسوطة جدا إن انتوا بتستفيدوا، أنا كمان بستفيد منكم بحاجات، ربنا يا رب يجازيكم خير. ويجعلنا كده دايما مع بعض، إن احنا نساعد بعض، نوصل لبعض كده معلومات مفيدة، وإن شاء الله ربنا يكرمنا كده وكلنا نستفيد من بعض. فطبعا حبيت اوصل المعلومه دي كده في اول الفيديو، وبعد كده طبعا حابه ارحب طبعا بالمشتركات الجداد اللي دخلوا نوروني شرفتوني نورتوني. ولو حد معانا بقى اول مره كده يتفرج علينا، اتمنى كده يدوس على كلمه اشتراك، واتمنى كمان تشاركوا الفيديو كده مع اصحابكم وقرايبكم عشان كلنا نستفيد مع بعض باذن الله. النهارده بقى الروتين بتاعنا يوم كده بسيط زي كل ام مصريه بتقوم من النوم بتشوف بيتها وبتشوف حياتها. اليوم هيبقى بسيط كده، وهنقضي مع بعض يوم مصري اصيل كده باكل مصري. هتستمتعوا ان شاء الله في الفيديو. مبدئيا كده انا اول حاجه قمت بعد ما خدت القهوه بتاعتي والتمرايه بتاعتي. عملت خدت كده، كان في دوره غسيل كنت حطاها. طبعًا هي بتقعد ساعة يعني أو أقل من ساعة على حسب طبعًا الغسالة بتدّي قد إيه طبعًا، علشان هي في برنامج اللي هو الsmart ده، هي بتقدّر أصلًا الغسيل المحطوط يحتاج وقت قد إيه. بس نشرتها بقى على ما شربت القهوة وكده، يعني كانت خلصت، وبعد كده خدتها نشرتها. بعد كده بقى هاجي على البيت هنا على الreception كده شوية ترتيبات سريعة. يعني أنا مش هاعمل تنضيفات ولا أي حاجة، أنا هاعمل بس شوية حاجات سريعة جدًا، تضبيطات، يعني عارفين إن الترابيزة دي مش معدولة هنعدلها، الcushions الكلام ده كله. أنا هنا حبيت بس أشغّل القرآن كده، كنا في أول اليوم. بالمناسبة كان في حد بيقول لي: "أنتِ بتصحي الساعة كام وبتنامي الساعة كام؟" عشان أنا باقول لكم يعني إن أنا باحب الصحيان بدري وكده، بدري بس مش لدرجة مثلًا إن هاقوم في الأجازة الساعة 6:00 أو 7:00 حتى، لأ، أنا ممكن أقوم 8:00 لو ورايا حاجة، يعني شغل زيادة شوية في البيت. مش ورايا حاجة ممكن أقوم 8:30، مش ورايا حاجة خالص ممكن أقوم 9:00، 9:30 في الأجازة. الكلام ده في الأجازة. يعني أنا دايمًا أقول لكم يعني مش تهلكي نفسِك أوي في البيت، ومش مثلًا إنِّك أنتِ تهملي البيت خالص، لأ، إحنا خير الأمور الوسط في كل حاجة. فأنتِ أكيد بيعدّي عليكِ يوم، يومين كده في الأسبوع تحسّيهم إن مش وراكِ حاجة، فدول قومي يا ستي براحتك. حاسة إن أنتِ بقى وراكِ حاجة، لأ، يعني هنقوم بدري شوية. أنا بانام الساعة كام؟ بُصّوا، أنا هاقول لكم على حاجة، أنا بادخل أوضتي حوالي الساعة 00:00، ده في الأجازة، 00:00. ممكن أمسك التليفون شوية طبعًا، كُلّنا يعني كعادة عندنا كُلّنا عادة سيئة إن إحنا نمسكه قبل النوم، وربنا يكرمنا ونبطّلها. بس أنا طول النهار فعلًا ما باعرفش أمسك التليفون أوي، يعني البيت، طلبات البيت، الولاد أو كده، ممكن أمسكه حاجات بسيطة بالنهار يعني طول اليوم، لكن الوقت مثلًا اللي بامسكه فيه اللي هي شوية الصبح وأنا باخد القهوة بتاعتي، وشوية بالليل قبل ما بانام. بس كده ممكن أنام مثلًا على الساعة 00:30 أو 01:00. تمام. باقوم برضه زي ما باقول لكم كده، يعني أول يعني الساعة 08:00 ده لو ورايا حاجة، مش ورايا حاجة ممكن أقوم يعني أزوّد نُص ساعة كمان وأقوم 08:30، لو مش ورايا حاجة خالص ممكن أقوم 09:00، 09:30. تمام كده، المعلومة دي كده وصلت بوضوح؟ زي ما أنتم شايفين أنا هنا هاعمل تلميعات بسيطة زي ما أنتم شايفين، وهنكنس كده الreception بالمكنسة. مش هاعمل حاجة على فكرة، ليه بقى؟ عشان النهارده كنت هاعمل محشي، ولمّا باكون هاعمل محشي والحاجات بتاعته كلها مش متجهزة، يعني أنا ما فيش حاجة خالص كانت متجهزة له، فمش باهلك نفسي أوي بصراحة في تنضيف البيت أو كده، لأ، مجرد إن أنا زي ما أنتم شايفين كده تضبيطات بسيطة، إن المنظر النهائي يبقى الدنيا عندي مترتبة وزي الفل. تمام؟
كان في حد بيسألني على مساحة البخار عملية والّا مش عملية وجايباها منين، هو مبدئيًا أنا جايباها من بيتوك ماشي، بيتوك مش بيتِك، هو صفحة page على الفيسبوك اسمها بيتوك. هتلاقوا أقل سعر عندها على فكرة. عملية والّا مش عملية، في تنضيف الأرض عملية جدًا ومريحة جدًا، جدًا، جدًا لأبعد الحدود. وبقية الحاجات حلوة جدًا معاه، يعني بُصّوا الحاجة اللي هتلاقوها مش إن هي عملية أوي، اللي هي تنضيف ما تصدقوش مثلًا لو في بُقع في الأنتريه أو في كراسي أو الكلام ده كلّه إن هي هتشيلها، ما لأ، ما مش هتشيلها يعني. هي بتنضف الأنتريه لو اللي هو التراب الناعم زي ما باقول لكم، يعني أنا الأنتريه أو الكراسي السفرة يعني الحمد لله ما فيش بُقع، ولكن عارفين اللي هو إيه، تلميع كده إن هو الحاجة ترجع تبقى زاهية كده. ودي ممكن نعملها، أنا قُلت أنا قبل ما جِبت مساحة البخار كنت باعملها يدوي عادي جدًا بطبق وفيه أي مسحوق وفوطة وبانضّف الأنتريه، بس كده. ولكن هي فكرة إن هي أصلًا بتعقّم الحاجة دي في حد ذاتها حلوة جدًا، دي حاجة حلوة، في تنضيف الأرضيات ممتازة جدًا ومُريحة، يعني حلوة ومُريحة في تنضيف الأرضيات صراحةً يعني. برضه الحاجات التانية برضه في تنضيف البوتاجاز وشيل الدهون والكلام ده كلّه حلوة. في تنضيف الحوايط طبعًا بتاعة المطبخ، الحوائط والكلام ده كله والدهون لأ حلوة برضه جميلة بتنضف، والحمامات برضه والأرضيات والسيراميك والكلام ده كله، هي حلوة في الحاجات دي صراحةً يعني. فلو متاح عندِك إنِّك أنتِ تجيبيها هاقول لِك أنصحِك تمام هاتيها. لو حاسة إنِّك أنتِ الظروف حاليًا ما تسمحش أو إن هي هتزنقِك شوية ممكن تأجليها شوية. برضه اللي هي بتعمله ممكن نعمله يدوي، ولكن إحنا دايمًا نقول إيه يعني لو في حاجة هتريحنا يبقى تمام. لو متاح معانا إن إحنا نجيبها، مش أكتر من كده. لكن إن هي مثلًا زي ما قُلت برضه قبل كده إن هي في ثانية وهتلاقي إن الدنيا يعني إن هي عارفين العصاية السحرية مثلًا هتحسي إن أنتِ ماسكة العصاية السحرية وهتعمل لِك كل حاجة، لأ، يعني هتعمل وكل حاجة بس مش ترهقي نفسِك أو يعني تصممي لو ظروفِك ما تسمحش إن أنتِ تصممي دلوقتي لأ، ممكن دايمًا أقول بالراحة على نفسنا، أنتِ ممكن لو جزّأتِ كده الفلوس بتاعتها أو بدأتِ إنِّك أنتِ تضبّطي من دلوقتي مثلًا لفترة معيّنة وبعد كده تجيبيها بحيث إن هي تسهّل عليكِ، أنصحِك بكده طبعًا. أنا هنا بقى دخلت على المطبخ عشان المحشي بقى، فأنا رتّبت حاجتي الأول كده، البصل فرمته والطماطم نفس الحكاية برضه عصرتها كده، قشّرتها وعصرتها عشان حتّة تصفية الطماطم دي إن أنا أصفّيها في مصفى ما باحبهاش، بس أنا ممكن أشيل القشر الأول سواء بقى هتسلقوا الطماطم سلقة بسيطة أو بتبقوا عاينينها في الفريزر وتيجوا تطلّعوها كده تفِك وتشيلوا القشرة، أيًا كان يعني. تمام، ده كده تمام معايا، بس ما باحبش أصفّي الطماطم الموضوع ده بصراحة باحسّه مرهق وبيتعبني ما باحبوش، ولكن باشيل القشرة. عصرت بقى الطماطم وفرمت كده البصل، وعشان باحب يعني أبدأ بدري كده، يعني باحب إن أنا إيه، أعمل الأكل وأنا مش متسربعة، فعشان كده بقى إيه، تلاقوني دايمًا ألمّع الحاجة الأول، يعني عارفين زي ما أنتم شايفين كده. يعني فرمت ال استخدمت الكبة والخلاط نضّفتهم ولمّعتهم على طول بالبخاخ اللي معايا ده اللي بيبقى فيه مَيّة وصابون ومُعطِّر وفوطة عادية خالص جدًا. الحاجة كل ما إيدِك كانت فيها طبعًا بتفضل دايمًا بلمعتها بتفضل نضيفة معاكِ. فعشان كده مثلًا أنا لمّا دايمًا بانصحكم بكده، أول ما تخلّصي استخدام الأجهزة دي على طول كده تنضّفيها هتبقى دايمًا بلمعتها معاكِ. أنا طبعًا عشان بادئة براحتي كده ومن بدري، فبالمّع بقى باعين حاجتي مترتبة، المطبخ حوالين مني دايمًا هاخلّيه نضيف. يعني لو باسلق مثلًا الكرنب وفي حاجة اتوسخت ممكن أغسلها على طول. المهم بقى هنا جبت الكرنبة بتاعتي، كرنبة كده صغيرة وحلوة، وشِلت اللي هو القلب بتاعها ده. أنا باحب أسلقها كده، باحطها بحالها كده. أنا كنت زمان يعني أول ما بدأت إن أنا أعمل محشي وكده كنت بافكِّك الكرنبة كلّها ورقة، ورقة وبعد كده أسلقها. أول ما يعني كنت باحسّه بيبقى سهل، بس لأ، هو طلع إن هو مُرهق. أنا كنت أشوف ماما بتسلقها كده صحيحة، بس أنا ما كنتش باعرف، يعني كنت لسه صغيرة وكده ما كنتش باعرف أوي. لكن بعد كده بقى جمِّدت قلبي وبقيت أسلقها بحالها، بجد بتبقى سهلة جدًا وأسرع كمان. أنا هنا حاطة المَيّة بتغلي للكرنبة والعين التانية عليها كده إيه، التسبيكة هاعملها للمحشي، حطيت البصل كده، المَيّة هاحط فيها ملح وكمون ومعلقة سكر صغيرة جدًا بتخلّي الكرنب حلو والورق بتاعته كده بيبقى متماسك. بس كده، هاحط بقى الكرنبة بحالها زي ما هتشوفوا هاحطها مقلوبة يبقى قلبها لتحت.
يا دوبك برضه دقيقة وبعد كده أعدلها بقى وأقعد أسحب في الورق زي ما هنشوف كده. معانا بقى برضه حد بقى ابنها طالع تالتة ثانوي بتقول لي ادعي له ربنا يا رب ينجحه ويوفقه ويرزقه بمجموع حلو اللهم آمين، وكل طلبة ثانوية عامة لكل مجتهد ربنا يا رب يرزقه كده إيه على قد تعبه، وإن شاء الله يعني ربنا يعوضهم جميعًا، حتى بتوع السنة دي ربنا يعوضهم خير يا رب. أنتم دايمًا بتسألوني عن بنتي دخلت إيه عملت إيه، هاقول لكم والله بس لمّا أنا مقدمة لها في كذا حاجة. وفي حاجات محطوطة فيها waiting، أنا هاقول لكم بالتفصيل بس لمّا ربنا يكرم وتيجي لها الحاجة اللي هي نفسها فيها إن شاء الله بإذن الله أقول لكم بالتفاصيل يعني. عملت بقى التسبيكة بتاعة المحشي أو خلطة المحشي، البصل وعليها الطماطم وملح بقى وكمون فلفل أسود وشوية كزبرة. تمام كده. كان في حد معانا برضه بتقول لي إن هي عندها 40 سنة وأم لولاد، وإن هي يعني هي دايمًا هبطانة ومش بتقدر أوي على شغل البيت وما فيش حد بيساعدها خالص، بتقول لي أعمل إيه؟ حبيبة قلبي ربنا يعينِك يا رب، وهاقول لِك كده على شوية حاجات بسيطة جدًا إن شاء الله بإذن الله أتمنى كده يعني أدعي من ربنا إن هي تفيدِك وتستفيدي منها. مبدئيًا إحنا أول حاجة هنقوم من النوم كده أو لمّا نبدأ هنستعين بربنا دي أول حاجة طبعًا بإذن الله. تاني حاجة بعد ما هنستعين بربنا كده ويا رب يعيننا ويقوينا، دايمًا حُطّي في دماغِك حاجة تكوني حاطاها دايمًا إنِّك أنتِ هتؤجري على كده، هتؤجري بحسنات وبحاجات كويسة، أنا عارفة إن أنتم عارفين بس برضه بنذكّر بعض، يعني أنتم عارفين دايمًا الواحد كده بيبقى مرهق أوقات، يعني أوقات الواحد بيبقى تعبان كده ومش قادر يعمل حاجة، فأنا بالنسبة لي تيجي في دماغي إيه ده أنا هاخد حسنات على الحاجة دي، طب ما أقوم أعمل، أوقات تبقى الواحد نِفْسه كده مش عايز يعمل حاجة والله وييجي على بالي إيه ده أنا هاخد حسنات على وقفتي في المطبخ دي، إن أنا باعمل أكل لأهل بيتي، إن أنا بانضّف لهم، إن أنا باعمل لهم، ولكن أنا مش هاضغط عليكِ طبعًا عشان أنتِ بتقولي إنِّك أنتِ هبطانة وكده يعني. بُصّوا زي ما أنتم شايفين أنا باسحب الكرنب كده إيه ورقة، ورقة كده من فوق بعد ما عدلتها، هنسحب 3، 4 ورقات نستنى بتاع نُص دقيقة كده، ما تسلقوش الكرنب أوي يعني، أنا باقول الكلام ده للبنات الصغيرين طبعًا لسه بيتعلموا، مش هنسلقه أوي باشيل 3، 4 ورقات أستنى بتاع نُص دقيقة واشيل 3، 4 ورقات تاني، تمام كده؟ نيجي بقى لحبيبة قلبي اللي بتسأل. وكمان معلومة تانية برضه عايزة أقول لِك على حاجة كمان، ممكن ولادِك تشركيهم حتى لو هُم ولاد أو بنات، أنا ما أعرفش أنتِ معاكِ هي بتقول ولادي، ربنا يحفظهم لِك، بس لازم تشركيهم على الأقل إن هُم هيشوفوا حاجتهم هُم، يعني الأوض بتاعتهم يرتبوها. يعني سواءً ولاد أو بنات هُم لازم يعملوا معاكِ، مش معنى إن هُم ولاد إن هُم واخدين على إن هُم ما يعملوش حاجة، لأ يعني أوضهم على الأقل يرتبوها. حاجة تانية إنِّك أنتِ بقى إيه بالراحة على نفسِك، أنا هنا كنت جايبة ملوخية كمان هاعمل ملوخية، المهم غسلتها كده وصفيتها واسيبها تنشف شوية. أنتِ يعني ممكن إيه تبدئي في الحاجات بالراحة، إن أنتِ مش كل حاجة يعني مش لازم تبقى كل حاجة أولًا perfect قدّام منِّك، ما دامِك أنتِ حاسة بضعف شوية أو هبطانة، لأ بالراحة وممكن يعني حاجة، حاجة، يعني أنتم بتشوفوني أنا باعمل إيه حاجة، حاجة، أنا باقول لكم أنا كمان يعني الواحد صحته كلنا دلوقتي كل الجيل اللي هو جيلنا ده بقى صحته على قدّها يعني مش زي بتاع زمان، ولكن إن إحنا حاجة، حاجة بالراحة كده، كل يوم اعملي جزء في بيتِك، يعني حتى لو حاجات بسيطة، هتبُصّي تلاقي الدنيا ماشية معاكِ، دي حاجة. الحاجة التالتة بقى والحاجة الرابعة والأخيرة طبعًا ومهمة جدًا، حاولي تاخدي فيتامينات، تشوفي فيتامين د عندِك أخباره إيه، أوقات فيتامين د لمّا بيبقى في نقص صدقوني بيأثّر علينا كده، إن إحنا دايمًا بتبقى نفسيتنا تعبانة أو إن إحنا هبطانين أو إن إحنا مش عايزين نعمل حاجة ومش قادرين، هو فعلًا بيأثّر. ممكن تاخدي فيتامين د برضه حلو جدًا وبيساعد وبيدّي نشاط كده، فيا رب تكوني استفدتِ، يا رب أكون قدّمت لِك كده كام معلومة تكوني استفدتِ منهم يا رب. زي ما أنتم شايفين بقى عملت المحشي، خلاص بقى خلّصت عملت الرز وخرّطت الخضرة كده، ويعني إيه طول ما كانت التسبيكة على النار كده خرّطت الخضرة بقى وغسلت الملوخية ونشّفتها، وشوية حاجات كده طبعًا باعملها كده جنب إيه والبوتاجاز شغّال. يعني والبوتاجاز شغّال أنا بارتّب في المطبخ، حاجة اتوسخت مثلًا هتتغسل على الإيد أغسلها، حاجة تدخل غسالة الأطباق بادخّلها عشان ما باحبش المطبخ حتى وأنا باعمل الأكل إن هو يكون مكركب حوالين منّي. خلّصت بقى حطيت كده باحط حتّة خلطة كده من بتاعة المحشي تحت كده، تحت المحشي، وبعد كده إيه الرز خلاص أهوّة، هاقعد بقى أحشي وقطّعت الورق وكل حاجة اتضبّطت، هاقعد أحشي بقى المحشي بتاعي في الروقان كده ما ابقاش مستعجلة ولا حاجة. طبعًا إحنا هنا كنا تقريبًا الساعة بقت يعني 13:30 بقى 14:00، يعني بعد ما خلّصت كده الحشو كانت 14:30 تقريبًا، عملت بقى المحشي وسِبته برضه شوية، وبعدين قُمت بقى إيه أعمل شوية قهوة كده يعني أهدى شوية بعد الحاجات اللي عملتها دي،
طبعًا القهوة هنا كانت فارت منّي، فارت ليه؟ علشان كانت بنتي بتكلمني كنت جايبة لهم الهدايا بتاعة نجاحهم هي وأختها اللي في ثانوية اللي هي طالعة أولى ثانوي، هدايا حلوة جدًا، جدًا، عجبتهم جدًا واتبسطوا بيها، أنا إن شاء الله هابقى أورّيها لكم، بس لمّا ربنا يتمها كده على خير والكلية اللي نفسها فيها تيجي لها إن شاء الله بإذن الله. فهاورّيها لكم هتعجبكم جدًا، وكمان هاقول لكم على حاجة برضه حتى الولاد بقى في يعني في تالتة إعدادي السنة دي أو في ثانوية عامة السنة دي إن شاء الله ربنا يكرمه، الحاجات دي بتفرق معاهم جامد، يعني بجد حتى لو هي سعرها مش غالي أوي أو حاجة مش غالية أوي، بس الحاجة المعنوية بتاعتها جميلة جدًا، هابقى أورّيها لكم بس فيديو تاني إن شاء الله. المهم هنا كنت باعمل بقى اللحمة بعد ما سلقتها كده كانت نُص تسوية. برضه هي بصراحة بنتي اللي كانت طالبة محشي في اليوم ده، وعايزة معاه اللي هي الصلصة اللي أنا حطيت فيها اللحمة دي عشان بياكلوها يعني ماما دايمًا بتعملها لنا، فهُم متعودين عليها من عند مامتي، فعملتها لهم كده قالت لي: "يا ماما أنا عايزة الصلصة اللي هي فيها لحمة دي." باعملها إزاي، أنا حطيت فصين توم كده أو 3 مفرومين، وطبعًا مع معلقة السمنة، وبعد كده يا دوبك ريحتهم تطلع باحط طماطم معصورة فريش يعني، ومعلقة صلصة طماطم، وباحط اللحمة باسيبها تتسبك شوية، وباحط اللحمة وملح وفلفل أسود طبعًا، سِنّة بهارات لحمة بسيطة كده. بعد كده بقى سقيت المحشي كده كانت الساعة بقى سِبته بقى شوية كده لحد ما خلاص مقرّبين نتغدى، بدأت إن أنا أسوّي فيه، حطيت كده معلقة صلصة طماطم ودوّبتها في الشوربة، وهابدأ أسقيه كده. بُصّوا وأنا باسقي كده أنا باحط الغطا ليه تحت الكبشة دي علشان ما ينقّطش على البوتاجاز، ما باحبش أنا حاجة تنقّط على البوتاجاز، ف باحط الغطا كده تحت الكبشة وأنا باسقي المحشي. أنا طبعًا سقيت المحشي طبعًا الصغيّرين اللي لسه برضه بيتعلّموا، إحنا يعني الكرنب بالذات ما تعلّيش المَيّة أوي فيه، يعني بتبقى نازلة لتحت كده شوية، أنا يمكن زوّدته سِنّة صغيّرة المرّة دي عشان أنا حاطة فلفل على الوِش، فأنا يعني زوّدت حاجة بسيطة جدًا بس كده. يعني عارفين اللي هي المَيّة مش فوق الفلفل بقى، لأ هي تحت وكل حاجة، بس يعني كان استوى وتمام وكل حاجة، وكان ما شاء الله جميل جدًا المحشي يعني. وآدي كمان الملوخية بالطشة بتاعتها، صوتها طبعًا بيبقى يعني أنا بالنسبة لي بيبقى ممتع جدًا يعني. زي ما أنتم شايفين كده الأكل بقى والمحشي يعني بجد المحشي الملوخية أول ما هتبدأ تغلي زي ما شفتوا كده نطفي عليها، ما نسيبهاش تغلي كتير على البوتاجاز عشان مش تقطع منكم وتبقى مش حلوة. المحشي ده بقى من الأكلات المصرية الحلوة، أنا على فكرة باحب المحشي، يعني أنا من مُحبّين المحشي يعني. فكان يوم بقى مصري كده زي ما أنتم شايفين أكل مصري، ويوم يعني زي كل أم كده مصرية لبيتها بتقدّم خدمات لبيتها، وربنا يا رب يديكم الصحة والعافية ودايمًا كده واقفين في بيوتكم، وتعملوا كل اللي نفسكم فيه، ربنا يديمها علينا نعمة جميعًا الصحة يا رب. أجمل بقى لحظة وإحنا بنفضّي المحشي ده، عارفين بقى أنا باحب أغرفه كده على فكرة المحشي، باحب أقلبه كده، أهزه كده وأقلبه في الطبق زي ما أنتم شايفين كده، وبعد كده بقى كل واحد بيبقى معاه الطبق بتاعه ياخد الكمية بتاعته زي ما هو عايز. الملوخية بقى والصلصة دي على فكرة بتبقى جميلة جدًا، أنصحكم برضه تجربوها هتعجبكم جدًا. أتمنى كده إن الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، كان يوم خفيف كده وبسيط زي كل أم طبعًا بتشوف مصلحة بيتها. بس كده وأقول لكم مع السلامة بقى، انتظروني فيديوهات جديدة وروتينات جديدة بإذن الله، ولو في أي سؤال اكتبوا لي وأنا إن شاء الله بإذن الله هارُد عليكم. مع السلامة.